تعالى اقول لك على 7 حاجات لو انت سنك فوق 16 سنة فانت لازم تعمل الحاجات دي كويس وتهتم بيها كويس جدا جدا. انا عمرو خالد ودي قناة شوية انزل بالانترو. هقول لك على 7 حاجات لازم تهتم بيهم لو انت سنك فوق 16 سنة. اول حاجة وهو اللي انت لازم تعرف التخصص بتاعك او التخصصات بتاعت الكلية اللي انت حابب انت تخش فيها، وتشوف انهي تخصص من التخصصات دي هيكون مناسب معاك. والاهم من كده والحاجة المهمة واللي محدش بيقول عليها، وهي ان انت لازم قبل ما تعرف التخصص اللي انت حابب انت تكمل فيه اعرف طبيعة الشغل بتاعت التخصص ده. هل البيئة دي او الشغل ده هتكون مناسبه معاك ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال ابننا عايز يكون مهندس، ولو جينا دققنا شويه هنلاقي ان هو حابب يكون مثلا مهندس مدني، وبالفعل دخل هندسه ودخل قسم مدني، وبعد ما اتخرج واشتغل جت هنا بقى المشكله. بعد ما نزل الشغل ولف على المواقع ولقى ان الشغل بتاع المهندسين المدني ان هو بينزل مواقع ويلف، والمفروض ان هو بيستلم شغل ويسلم شغل ويكون مسؤول عن موقع معين ويكون تحتيه عمال، وان هو اللي بيوزعهم على الشغل اللي معاه، ويفوجئ ان طبيعه الشغل دي مش مناسبه معاه. يعني مثلا يكتشف ان هو بيحب اكتر الشغل اللي هو في مكاتب ويكون قاعد على اللاب بتاعه بيخلص الشغل بتاعه، مش بتاعته حته ان هو يقعد يوزع العمال او مثلا يكون مسؤول عن مكان معين. لدرجه ان في ناس صحابي اصلا شغالين شغل المواقع، ودي من الحاجات الغريبه اللي انا اكتشفتها، ان حته ان هو يقف في الشمس طول اليوم دي بتعتبر مشكله بالنسبه له وازمه كبيره. فانا بصراحه ما كنتش متوقع ان حاجه زي دي ممكن تكون مشكله لاي حد شغال مثلا شغل مواقع. فانت قبل ما تيجي تخش تخصص معين او كليه معينه لازم تعرف طبيعه الشغل بتاعها هيكون عامل ازاي. هل الطبيعه دي وهل البيئه دي هتكون مناسبه معاك ولا لا؟ زي برضو مثلا تلاقي واحد، ودي من المواقف الشائعه جدا، تلاقي واحده تخش كليه طب عشان هي حابه انها تكون دكتوره، وفي الاخر تكتشف ان هي بتخاف من الدم. فلازم قبل ما تخش الكليه وتختار التخصص بتاعك لازم تعرف طبيعه الشغل اللي انت المفروض هتشتغل فيه. بعد ما تحدد الكليه والتخصص تشوف طبيعه الشغل ده، واسال الناس صحابك او مثلا الناس اللي هي متخرجه قديم او مثلا على جروبات على الفيسبوك، اعرف منهم البيئه بتاعت المجال ده او بتاع التخصص ده بتكون ماشيه ازاي، عشان بس دي من الحاجات المهمه جدا وهتفرق جدا معاك. ممكن انت ما تكونش ملاحظ الموضوع ده دلوقتي، بس حرفيا بعد كده بيكون ازمه معاك ان انت تكون في تخصص كويس بس انت مش مستريح في البيئه بتاعتك. وخليك فاكر ان انت هتكمل في المجال ده على طول، فلازم تكون انت مهيئ نفسيا او مستريح نفسيا في المكان اللي انت فيه. الحاجه اللي بعد كده، وبصراحه انا مش مصدق ان انا هقول الكلام ده، الاسر او الانشطه الطلابيه اللي هي بتكون في الكليه. خلينا نتكلم بالذات على موضوع الاسر. حرفيا الاسر من الحاجات المهمه وبتفرق معاك كويس جدا. لو جيت دخلت الاسر اللي هي بتكون في الكليه الموضوع ده بيفرق معاك كويس جدا، وبالذات على المستوى الشخصي والاجتماعي، وبتنمي المهارات اللي عندك. بس خلي بالك حاول توازن بين الدراسه وبين الاسر، لان انت لو دخلت موضوع الاسر ده هتلاقي ان الوقت بيتسرق منك، وفي وقت ومجهود كبير جدا بيتبذل في موضوع الاسر ده. فانت حاول توازن بين الاسر والمذاكره بتاعتك. ونصيحه ما تخليهاش في اول سنه، لان انت عندك اول سنه بتكتشف الحياه الجامعيه دي ماشيه ازاي، وبرده ما تخليهاش برده اخر سنه، لان انت اخر سنه عاوز تركز على مجموعه كويس. فانت مثلا ممكن تخش موضوع الاسر ده في سنه تانية او مثلا ثالثه. وانا بصراحه عن نفسي كنت شايف ان الموضوع ده من المواضيع التافهه جدا، لان انا كنت بشوفهم شويه طلبه جايين يضيعوا وقت ويقعدوا مع بعض والدنيا حلوه، وان هم ناس فاضيين ما عندهمش اي حاجه. ايه ده المجتمع ده؟ انا في الكليه كنت بهتم جدا بالمذاكره بتاعتي، فكنت شايف ان ده تضييع وقت وملوش اي لازمه. لكن حرفيا بعد ما الواحد اتخرج كان عندي مده ما يقارب حوالي 5 شهور لغايه ما استلم الاعفاء بتاعتي، فانا ما كانش ينفع في الفتره دي ان انا اقدم على اي شغلانه، فكنت قاعد بضيع وقتي للاسف. فانا في الفتره دي دخلت اسر طلابيه، وبصراحه استفدت منها كويس جدا جدا، وكان عندي شويه مهارات كنت عاوز انميها، فده كان المكان الامثل ان انا اقدر اشتغل على النقطه دي. فحاولوا تهتموا بالنقطه دي كويس جدا. ونصيحه بقولها لاي حد، ما تحكمش على اي حاجه من غير ما تجرب. يعني انا عن نفسي كنت بحكم على اللي انا كنت شايفه قدامي ان ده حاجه تضييع وقت، لكن حرفيا لما دخلت المجال ده لقيته فعلا بيكون فيه فايده كويسه جدا جدا. تاني حاجه وهو التقدير بتاع اول سنه. لو انت لسه في الكليه اهتم جدا بالتقدير بتاع اول سنه بتاع الكليه، لانه هيفرق معاك كويس جدا. لما بتيجي تتخرج من الكليه بتتخرج بتقدير تراكمي، بمعنى انت ما بتتخرجش بالتقدير بتاع اخر سنه، لا انت بتتخرج بالتقدير التراكمي بتاع ال4 أو 5 أو 6 سنين بتوع الكليه. صعوبه الموضوع في اول سنه مش في حته الدراسه، صعوبه الموضوع في حته النقله من ان انت جاي من مرحله
بتاعت المدرسه وداخل مرحله جديده، فبتكون في طبيعه الدراسه والشرح والنظام اللي هو بيكون شغالين بيه في الكليه مختلف شويه عن نظام المدارس، فبيكون في كده في الاول شويه توهان بسيط لغايه ما بتتعود على النظام المتبع في الكليه. بعد كده بتلاقي الموضوع سهل جدا. حته ان انت تحسن تقديرك في اول سنه ده بيكون اسهل كتير من ان انت تيجي في اخر سنه وتحسنه، لان انت مثلا لو جبت في اول سنتين او اول 3 سنين على سبيل المثال تقدير مقبول وجيت في الاخر مثلا جبت امتياز، هتلاقي التقدير التراكمي بتاعك يا اما مثلا جيد او مثلا جيد جدا. في حين لو انت عملت العكس، اول مثلا 3 سنين امتياز وجيت في اخر سنه جبت مثلا مقبول، فهتلاقي تقديرك التراكمي عالي، هتلاقي مثلا يا اما مثلا امتياز منخفض او على سبيل المثال جيد جدا مرتفع. فحته ان انت يبقى السنين الاولانيه بتاعتك التقدير بتاعها كويس، فده هيوفر عليك وقت كويس جدا، وهتلاقي بعد كده الموضوع بقى اسهل بكتير. فحاول تركز على تقدير اول سنه ليك في الكليه. النقطه اللي بعد كده ودي هتفرق معاك كويس جدا لو اهتميت بيها، هتنقلك نقله كبيره جدا، وهي ان انت تهتم بالانجليزي بتاعك. English. حرفيا ان انت تهتم باللغه بتاعتك وتحسن منها، ده بيديلك افضليه في كل حاجه. اعرف ناس صحابي مهندسين واللغه بتاعتهم كويسه جدا جدا، شافوا ان في فرص ياما قدامهم عن طريق اللغه بتجيب لهم دخل احسن بكتير من المرتب بتاع المهندس. وناس منهم ياما جدا اشتغلوا في حاجات مبنيه على اللغه بتاعتك بعيده خالص عن مجال الهندسه، والدخل بتاعها بيكون كويس جدا جدا. فحاول على قد ما تقدر ان انت تنمي اللغه بتاعتك، لانها بجد هتفرق معاك في حاجات ياما. وناس صحابي ياما ان هم شغالين في المجالات اللي هي مبنيه على اللغه، معاهم ناس طلبه ولكن اللغه بتاعتهم كويسه جدا، فكانوا شغالين معاهم وبيقبضوا مرتبات كويسه جدا. وكل ما انت ما تزيد في اللغه، يعني مثلا تاخد مثلا كذا لغه معاك، ده بيديك الافضليه والاولويه وبيفتح لك ابواب كتيره جدا. وما تجيش تقول انا لسه هقعد تاني مثلا ادرس لغه او مثلا اخد كورسات او ما الى ذلك. الوقت بيعدي بسرعه، انت اصلا ما بتحسش بالوقت وهو بيعدي. اول سنه لما بتيجي تخش كليه بتقول امتى ال4 سنين او ال5 سنين يعدوا، وبعد كده بتلاقيهم بيعدوا على طول. فانت حاول انت تبتدي من دلوقتي، او مثلا لو انت خلاص اتخرجت حاول برضو حتى لو انت شغال تبتدي في ان انت تطور من نفسك في اللغه. وفي طرق كتيره مجانيه، يعني مش شرط انت مثلا تروح سنتر او تروح تاخد كورس في مكان معين. في قنوات ياما جدا على اليوتيوب، وفي موقع من المواقع الرائعه جدا اللي انا كنت شغال عليها اصلا شخصيا، وهو موقع اسمه Speaking24. ده بيخليك تتكلم مع اجانب، وهبقى اعمل لكم شورت وانزله على اليوتيوب هوضح فيه التجربه بتاعتي. النقطه اللي بعد كده ودي نقطه مهمه جدا، حاول تخلي عندك هواية بجانب الدراسة بتاعتك أو بجانب شغلك. بلاش تقضي فترة الكلية من الكلية للبيت ومن البيت للكلية. وبرضه نفس الكلام في الشغل، بلاش تقضي الفترة دي اللي هو انت بتروح الشغل وبعد كده بتروح، بعد كده تاني يوم بتروح الشغل وبعد كده بتروح. صدقوني الوقت ده مش هيتعوض. الحاجة الوحيدة اللي انت فعلا ما ينفعش تعوضها هو الوقت اللي فات، خلاص ما بيتعوضش تاني. فحاول تستغل الوقت ده كويس جدا في ان انت تخلي ليك هواية بجانب شغلك او بجانب الكلية بتاعتك، زي مثلا انت تروح الجيم، تركب عجل، تتمشى، تتعلم العزف او مثلا الرسم او الموسيقى. في كذا هوايه ممكن تشغل بيها نفسك، وصدقوني هتلاقي نفسك حالتك النفسيه بقت احسن بكتير في حته ان انت تستغل وقتك بشكل كويس، وهتلاقي ان مودك وحياتك بقت احسن بكتير لما تيجي تستغل وقتك في حاجه زي دي، وهتعرف ناس جديده. فحاول تستغل الفتره دي كويس جدا، لان بعد كده الوقت هيكون ضيق وهتكون مسحول فيه. النقطه اللي بعد كده ودي نقطه مهمه جدا وتعتبر من اهم النقط او اهم نقطه فيهم، وهي ان انت في الفتره دي، في الفتره اللي هي مثلا من 16 سنه لغايه مثلا 25 او 26 سنه، حاول تبني لك مشروع او حاول تفتح مشروع وان كان صغير. النقطه دي مهمه جدا. حاول انت تفتح لنفسك مشروع صغير، هتفرق معاك كويس جدا جدا على المدى البعيد. ما تبصلهاش دلوقتي خالص. او مثلا لو انت ما فيش مثلا فكره مشروع في دماغك، حاول تشتغل اونلاين ولو حتى بجانب الدراسه او مثلا بجانب شغلك، هتفرق معاك على المدى البعيد. ناس ياما جدا دلوقتي كانت بتقعد تقول يا ريتني كنت اشتغلت فريلانسر من زمان، كان سوق صغير والمنافسه فيها مش كبيره زي دلوقتي، فكان هيكون ليك الاولويه مثلا لو انت كنت شغال كفريلانسر من زمان. فحاول تفتح لنفسك مشروع او تدور على فكره مشروع لو انت لسه في الفتره العمريه دي. لو انت شايف ان في حاجه مهمه وانا ما قلتهاش، فيا ريت تكتبها تحت في التعليقات. جينا لفقره السبيشال اندنج. في امريكا في ولايه الاباما في مدينة انتربرايز، في هناك تمثال معمول لحشرة. الحشرة دي اسمها خنفساء القطن. ايه بقى قصة التمثال ده؟ مدينة انتربرايز كان دخلها الوحيد معتمد على زراعة القطن، وبيقول لك في سنة من السنين خنفساء القطن دي هجمت على محصول القطن وبوظته كله، فاضطرت المدينة دي ان هم يزرعوا بدل القطن يزرعوا السوداني. وبعد كده لقوا ان الارباح اللي جت من زراعة السوداني اضعاف مضاعفة من الارباح اللي هم كانوا بياخدوها من زراعة القطن. ومن ساعتها بقت المدينة دي بتزرع سوداني بدل ما كانت بتزرع قطن، ولقبت باسم المدينة
العالميه للفول السوداني. ايه المغزى من القصه دي؟ في مثل يقول لك الضربه اللي ما بتموتش بتقويك. لولا ان الحشره دي بوظت المحصول كله ما كانوش هم زرعوا بديل للمحصول ده، وما كانوش كسبوا ارباح مضاعفه من زراعه السوداني. فالمغزى من القصه دي مش كل حاجه انت شايفها قدامك وحشه هي في الباطن بتاعها وحش. ممكن انت تكون شايف الظاهر بتاعها يكون وحش، لكن في الباطن او ما وراء الكواليس بتبقى خير ليك. انت ما تعرفش ايه الخير في كده، ولكن ممكن بعد كده تكتشف ان ده كان احسن حاجه ليك. فانت حاول لما تيجي تحصل لك مشكله او تيجي تحصل لك حاجه انت مش متفائل بيها، حاول تصبر شويه على نفسك، ممكن تلاقي خير جاي بعد الحاجه دي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انا خلصت.